عايزة تعملي أكلة سهلة في حلة واحدة وتدفينا في البرد ده؟ يبقى المبكبكة الليبية. في حلة على النار هنزل بمعلقتين كبار من زيت الزيتون، ولما يسخن كويس هضيف اللحمة عشان تاخد صدمة وتاخد لون من كل الجهات. تقدري تستخدمي أي قطعية لحمة بتحبيها، ممكن موزة، ممكن مكعبات لحمة اللي بنعمل بيها كباب حلة، أو حتى الضاني برضو بتطلع حلوة. بعد لما شوحت اللحمة كويس جدا هضيف بصلة متقطعة ناعم. لما البصل يدبل هضيف فص توم مفروم، وده اختياري لكن بيديها طعم وريحة حلوة قوي. وهنزل كمان بمعلقتين كبار من الصلصة الجاهزة. والبهارات نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة كركم، ربع معلقة صغيرة من البابريكا او الشطة، وممكن تضيفي بهارات لحمة او مكعب مرق اختياري. ولو بتحبيها سبايسي هتقطعي قرن شطة قطع صغيرة. واخر حاجة هضيف صلصة الطماطم ورشة من السكر، وازود مية سخنة عشان تغطي اللحمة وتستوى براحتها. اللحمة هتاخد وقت في التسوية من ساعة لساعة ونص حسب قطعية اللحمة، وهنتابعها كل شوية ونزودها مية سخنة لو احتاجت. لما اتأكد ان اللحمة استوت كويس جدا هضيف المكرونة وازود مية سخنة تغطي المكرونة بحوالي 3 أو 4 سنتي، وهظبط الملح واحط قرنين فلفل كده على الوش. المكرونة هتاخد حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة وتستوى، لكن في نص الوقت ابقوا قلبوها عشان ما تلزقش من تحت، ولو محتاجة مية زوديها مية سخنة. المبكبكة القوام بتاعها بيكون بالشكل ده، في نسبة سوائل أكتر من المكرونة العادية. حطيت في الآخر رشة فلفل وبس كده. سامعين الصوت ده؟ الأكلة دي اتسمت مبكبكة عشان الصوت ده. جربوها وبألف هنا.